السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة من صوت الروح مع بركات. عنوان الحلقة اليوم هو الخوف من الفشل. إذا كنت كتخاف تفشل راه طبيعي كلنا كنخافو، لكن الغير طبيعي هو نخليو هذا الخوف يشدنا بلا ما نتحركو. الفشل راه ماشي نهاية، راه بوابة ودرس ومفتاح لباب جديد. كتفيق في الصباح وعندك حلم في خاطرك، لكن كيبدا ذلك الصوت في دماغك كيهمس ليك: وإلا فشلت، وإلا ضحكوا عليا، واش نستاهل أصلا؟ الخوف من الفشل ماشي عيب، راه دليل أنك كتهتم، أنك كتحلم، أنك باغي شي حاجة تغير في الداخل ديالك. لكن المشكل هو ملي كيبدا هذا الخوف كيشلك ويشدك للأسفل، يخليك تبقى غير كتشوف الحياة من بعيد. سول راسك: شحال من فكرة دفنتيها، شحال من خطوة تراجعتي عليها، شحال من فرصة خليتيها تهرب غير حيت خفتي تفشل. ولكن شنو هو الفشل الحقيقي؟ هو ملي كتخلي الخوف يسكن الروح ديالك، هو ملي كتختار تعيش نص حياتك وتتخبى في ظل الأمان الزائف. جرب حتى إلا طحتي على الأقل عرفتي راسك حاولتي. إلا ضحكوا عليك راه الناس كيضحكوا اليوم وغدا كيشجعوا نفس الشخص اللي كانوا كيسخروا منه. حط خطوات صغيرة، سجل أفكارك، واجه المخاوف ديالك بالكتابة، وحط راسك ما بين ناس إيجابيين، وما تقارنش بدايتك بنجاحات الآخرين. واحد الحاجة اللي مهمة بزاف وهي أنك ما تنتظرش تكون جاهز. ما كاينش نهار كاملين غنحسوا فيه أننا واجدين 100%. الاستعداد الحقيقي كيتولد وسط الطريق، ماشي قبل ما تبدا. خلي صوتك الداخلي يهمس ليك بالأمل، وخلي صوت الروح يرافقك كل مرة تحس أنك ما قادرش، ولكن راك قادر. إلا وصلتي لهنا فشكرا لروحك اللي اختارت تسمع وتفكر وتتأمل. وما تنساش، صوت الخوف من الفشل قوي، لكن صوت الروح أقوى. رجع هنا كل ما حسيتي بالضياع، كل ما شكيتي في ذاتك، غادي تلقاني كنهمس ليك راك قادر وماشي بوحدك. كان معكم صوت من الأعماق، صوت الروح مع بركات.